ما هو فيلمك المفضل؟ الجملة دي لما اتقالت سنة 1996 ما كانتش مجرد سطر في فيلم رعب. دي كانت بداية لأسطورة جوستن فيس اللي خلى جيل كامل يخاف يرد على التليفون وهو لوحده في البيت. بس خليني أسألك سؤال أهم. هل فكرت قبل كده إن القناع اللي بيضحك ده والسكينة اللي بتلمع في الضلمة وراهم قصة حقيقية أبشع بمراحل من اللي شفته في السينما؟ النهاردة في بلاك سيجنال هنفتح ملف سفاح جينيس فيل، الشخص اللي روع ولاية فلوريدا واللي بسببه الكاتب كيفن ويلميس ما كانش عارف ينام من الرعب وقرر يكتب أعظم سلسلة سكريم في التاريخ. هنحكي عن التفاصيل اللي السينما خبتها عنك، وازاي مكالمة تليفون بجد كانت هتحبس بطلة الفيلم، وليه قناع سكريم بالذات بقى أيقونة الرعب رقم واحد في العالم. قبل ما نبدأ عايزك تنزل تحت في التعليقات وتقولي لو تليفونك رن دلوقتي ورقم غريب سألك أنا واقف قدام باب بيتك لابس ايه، هتعمل ايه؟ جهز قهوتك، اقفل الشبابيك كويس، وركز في الإشارة عشان الحلقة دي حقيقة زيادة عن اللزوم. ما هو فيلمك المفضل؟ جملة بسيطة غيرت تاريخ أفلام الرعب في التسعينات. كلنا بنشوف جوستن فيس مجرد قناع بلاستيك وشخص مهووس بالأفلام، بس الحقيقة إن ورا القناع ده قصة حقيقية لواحد من أبشع القتلة في تاريخ أمريكا. النهاردة هنكشف تفاصيل سفاح جينيس فيل وإزاي صرخة حقيقية في فلوريدا تحولت لأعظم سلسلة رعب في السينما. سنة 1990 مدينة جينيسفيل في فلوريدا عاشت أيام من الرعب الصافي بسبب شخص اسمه داني رولينج. الواقعة اللي حصل فيها كان داني قتل 5 طلاب في الجامعة في 3 أيام بس. ما كانش مجرد قتل، كان بيدخل البيوت خفية وبيرتب مسرح الجريمة بشكل مرعب عشان يصدم اللي يدخل بعده. الكاتب كيفن ويلمس كان بيتفرج على أخبار داني رولينج وفجأة لاحظ إن شباك بيته مفتوح. اللحظة دي هي اللي خلت مشهد درو بريمور الشهير بقى عمله. داني رولينج كان عنده قدرة غريبة على تغيير صوته وتقمص الشخصيات، ومن هنا جت فكرة مغير الصوت اللي القاتل بيستخدمه في الفيلم. أسرار صناعة الرعب، الفيلم ده ما كانش مجرد حظ، دي عبقرية مخرج ويس كرافن. القناع الأيقوني، القناع ده ما كانش متصمم للفيلم خالص، هما لقوه بالصدفة في كيس زبالة وقت معاينة بيت مهجور، والمخرج صمم ياخده لأنه شبه لوحة الصرخة الشهيرة. خدعة المكالمات، الممثلين في اللوكيشن ما كانوش بيسمعوا تسجيل، كان الممثل روجر جاكسون صوت القاتل مستخبي في مكان سري وبيكلمهم بجد في التليفون ويخوفهم عشان ردود فعلهم تكون حقيقية. سكريم كان أول فيلم رعب الأبطال فيه عارفين قواعد أفلام الرعب وبيحاولوا يطبقوها عشان يعيشوا، وده اللي خلاه مختلف عن أي فيلم تاني. للأسف النجاح الأسطوري للسلسلة كان ليه ضريبة. بعد الفيلم حصلت حالات تقليد حقيقية لشباب لبسوا القناع ونفذوا جرائم بنفس الأسلوب، أشهرها قضية في بلجيكا سنة 2001، وده خلى الفيلم يواجه هجوم كبير. بس المخرج دافع وقال إن القاتل الحقيقي موجود في الواقع والسينما مجرد مراية. سلسلة سكريم لسه مستمرة لأنها بتلعب على أكتر حاجة بتخوفنا، إن القاتل ممكن يكون حد نعرفه أو حد بيراقبنا من ورا الشاشة. القصة بدأت بسفاح حقيقي في فلوريدا وانتهت بواحدة من أهم أيقونات الثقافة الشعبية. تفاصيل سيكولوجية عن السفاح الحقيقي داني رولينج. الهوس بالشهرة، داني ما كانش بيقتل بس، كان عايز يبقى نجم. في التحقيقات اكتشفوا انه كان بيحلم يكون مغني مشهور، ولما فشل قرر يشتهر بكونه سفاح. ده اللي خلى افلام سكريم دايما تركز على فكرة القاتل اللي عايز يتشهر او يعمل فيلم عن جريمته. طفولته كانت معقدة، داني كان أب لضابط شرطة عنيف جدا وده خلاه شخص ناقم على المجتمع. في الفيلم دائما بنلاقي القتلة عندهم مشاكل عائلية أو دوافع جاية من الماضي. أسرار حصلت في اللوكيشن أثناء التصوير،
المدرسة الملعونة. كان المفروض تصوير الجزء الأول يتم في مدرسة حقيقية، بس قبل التصوير بأيام إدارة المدرسة رفضت وقالت إن الفيلم عنيف زيادة. المخرج ويس كرافن اتضايق جدا وكتب في تتر النهاية: شكر خاص لإدارة المدرسة اللي ما كانش عندها ذوق. تصوير المشهد النهاية في الجزء الأول مدته 42 دقيقة على الشاشة، بس الحقيقة إنه اتصور في 21 ليلة كاملة. طاقم العمل سمى المشهد ده أطول ليلة في تاريخ الرعب، لأنهم كانوا بيصوروا من الغروب للفجر، والدم الصناعي كان بيلزق في كل مكان. تفاصيل تقنية في القناع والزي. قناع كأنه بيتحرك. المصممين اختاروا خامة القناع تكون مرنة عشان لما القاتل يحرك راسه بسرعة تعبيرات القناع تتغير شوية مع الإضاءة، فيبدو وكأنه حي مش مجرد بلاستيك. العباية السوداء، لو لاحظت القماش بتاع لبس القاتل في الجزء الأول كان فيه لمعة خفيفة ما كانتش بتبان غير تحت إضاءة معينة، وده كان عشان القاتل ما يبقاش مجرد كتلة سوداء في الضلمة، بل يدي انعكاس مرعب. السيناريو اتسرب. في الجزء التاني حصلت كارثة، السيناريو اتسرب على الانترنت وعرف الناس مين القاتل. المخرج اضطر يغير النهاية تماما ويخلي الممثلين يصوروا نهايات كتير مختلفة، ومحدش فيهم كان عارف مين القاتل الحقيقي لحد يوم التصوير الصبح عشان يمنع التسريب. ظهور المخرج ويس كرافن ظهر في الجزء الأول كعامل نظافة لابس لبس فريدي كروجر بطل فيلمه التاني. دي لقطة حلوة علشان كان بيحاول يقرب من متابعينه في الأفلام اللي عملها قبل كده. فيلم رعبه القديم اللي هو كان هالوين، وده كان تحية من المؤلف لأفلام الرعب الكلاسيكية. سكريم الحقيقي مش في الشخص شايل سكينة، الرعب في ان اي حد ممكن يلبس القناع ده، صاحبك، جارك، او حتى الشخص اللي قاعد جنبك دلوقتي بيتفرج على الحلقة. في النهاية سلسلة سكريم ما كانتش مجرد افلام دموية، دي كانت مراية بتعكس ابشع حقيقة في البشر، ان القاتل مش دايما وحش بوش مشوه او كائن فضائي. القاتل ممكن يكون جارك، صاحبك، او حتى الشخص اللي لسه قافل معاك التليفون حالا. داني رولينج أو سفاح جينيسفيلد مات بحقنة قاتلة سنة 2006 وخد أسراره معاه للقبر، بس جوستن فيس لسه عايش ولسه بيظهر في كل مرة بنسمع فيها رنة موبايل مجهولة في نص الليل. السينما علمتنا قواعد النجاة: ما تفتحش الباب، ما تقولش هرجع حالا، وما تثقش في حد. بس الواقع علمنا ان القواعد دي احيانا ما بتكونش كفاية. لو عجبتكم حلقة النهاردة من بلاك سيجنال ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان الإشارة اللي جاية ممكن تكون مرعبة أكتر. وقبل ما أمشي، نصيحة أخيرة: بص وراك قبل ما تنام وتأكد إن الترباس مقفول كويس، لأن أحيانا القصة ما بتخلصش لما التتر بينزل، القصة بتبدأ لما النور بيطفي. تصبحوا على خير لو عرفتوا تناموا.